لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بعد استقالته الوزير أوحي يصدم الجميع، وهذا ما طلبه من السلطات الجزائرية. طالب الوزير الأول الجزائري السابق أحمد أوحي باستجابة فورية ردا على المطالب الشعبية التي عبر عنها المتظاهرون خلال المسيرة العارمة التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية. وفي رسالة بعثها إلى أعضاء حزبه التجمع الوطني الديمقراطي، دعا أوحي إلى الاستجابة للمطالب الشعبية حتى تتجنب الجزائر أي انجراف، ولتواصل البلاد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحث أوحي مناضلي الحزب على المشاركة في إقناع المواطنين بمصداقية عملية الانتقال الديمقراطي التي اقترحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا على ضرورة مشاركة المعارضة في الندوة الوطنية من أجل مراجعة الدستور وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات. وأوضح رئيس الحكومة الجزائري السابق أنه لا يوجد شيء أغلى من إنقاذ الجزائر من أي مأزق أو أزمة تعترضها، مضيفا أنه لا حكم ولا سلطة أغلى من الجزائر. وفي المقابل قال أوحي إنه سيعمل خلال المشاورات والنقاشات على الالتزام بجميع التنازلات التي من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديمقراطي السلس المعروض من طرف رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف أوحي أن هذه تنازلات يمكن أن تقنع كذلك أطياف الساحة السياسية برمتها، لا سيما المعارضة، للمشاركة في الندوة الوطنية والعمل فيها بكل سيادة وديمقراطية. وقدم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أوحي الأسبوع الماضي استقالته للرئيس بوتفليقة، وذلك بعد دقائق من صدور البيان الرئاسي الذي أعلن فيه بوتفليقة تأجيله للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، وتراجعه عن ترشحه لولاية خامسة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بعد التطورات الأخيرة، تركيا ترد على المغرب بعد قراره تجاه إيران. منع المغرب دخول أعضاء من الوفد الإيراني للبلاد كانوا ضمن الأسماء التي ستشارك في الدورة 41 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تحتضنها العاصمة الرباط خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 مارس الجاري. وحسب ما أوردته المصادر، فإن إيران الدولة المؤسسة لمنظمة التعاون الإسلامي كانت تعتزم المشاركة بوفد رفيع المستوى في الدورة يتقدمه رئيس مجلس الشورى ويضم 42 عنصرا، قبل أن تقاطع الدورة بسبب تحفظ المغرب على بعض العناصر المرافقة له والتي يعتقد أنها أمنية وليست برلمانية. وحسب ذات المصادر، فإن 8 عناصر من الوفد الإيراني وصلوا إلى مطار الدار البيضاء بداية الأسبوع الجاري قبل أن يمنعوا من الدخول من طرف السلطات المغربية، وعادوا إلى إيران مباشرة من المطار ذاته، الأمر الذي دفع بطهران إلى مقاطعة أشغال الدورة بصفة عامة. وتأسفت تركيا لغياب الوفد الإيراني عن المشاركة في الدورة 41 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة 21 للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وقال محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إن غياب الوفد الإيراني خارج عن إرادتهم، في إشارة ضمنية إلى المنع الذي طال عناصر من الوفد الإيراني من قبل السلطات المغربية. وأضاف: نتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأمور بين الأشقاء، وينبغي أن نأخذ درسا من الواقعة حتى لا يتكرر غياب أي عضو له الحق في الحضور. وكان المغرب قد أعلن مطلع ماي الماضي قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب دعمها جبهة البوليزاريو، حيث اتهمها من خلال حليفها اللبناني حزب الله بدعم الجبهة وتدريبها. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. مستشار إسباني يصدم البوليزاريو بتصريح قوي حول ملف الصحراء. أكد المستشار بحزب اليسار الإسباني بالدخلة أن الصحراء أرض مغربية وكانت على الدوام كذلك. وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في الدورة السنوية الخامسة لمنتدى كرانس مونتانا إن النقاش حول الصحراء لا ينبغي أن يكون قائما،
ذلك أن أرض الصحراء مغربية وكانت كذلك على الدوام. وأضاف الخبير السياسي والأمين العام الأسبق للتحالف الشعبي وفي فيدرالية الأحزاب السياسية تنتمي لإيديولوجيات محافظة تأسست في بداية الانتقال الديمقراطي بإسبانيا أنه لا وجود لما يسمى بالشعب الصحراوي، بل يتعلق الأمر بصنيعة جزائرية. وجزء من اليسار الإسباني للأسف لم يعي بعد الوضعية الحقيقية لهذا الإقليم المغربي، وتابع قائلا: أنا قريب من حزب بوديموس، لكن يجب علي أن أسمي الأشياء بمسمياتها، داعيا في هذا السياق الجزائر إلى الانشغال بمشاكلها السياسية الداخلية عوض التدخل في شؤون المغرب وصحرائه. وأشار السيد رخاص الذي يعد أيضا أستاذا جامعيا وخبيرا سياسيا بارزا في إسبانيا إلى أن المغرب حقق مزيدا من التقدم والنمو الاقتصادي في إفريقيا وبذل جهودا معتبرة في مجال التضامن مع البلدان. وحسب المتحدث فإن دور المغرب أساسي وسيكون كذلك في المستقبل كحلقة قوية للتنمية في إفريقيا وشريكا لأوروبا، مؤكدا أن المملكة تسمع عاليا صوت إفريقيا في المنتديات الدولية. في الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة لعقد جولة ثانية من اجتماع الطاولة المستديرة حول الصحراء والمزمع عقدها في 21 و 22 مارس الجاري بجنيف، شهدت المنطقة تحركات دبلوماسية استباقا لهذه المحطة الهامة في مسار نزاع الصحراء. وفي هذا الإطار عقد وزير الخارجية الموريتاني أثناء الزيارة التي يقوم بها لمدريد واستباقا لمشاركته على رأس الوفد الموريتاني إلى جنيف لقاء مع المسؤولين الإسبان وعلى رأسهم رئيس الدبلوماسية الإسبانية. وكان نزاع الصحراء على رأس محادثات الجانبين بالنظر إلى الاهتمام الذي تبديه العاصمتان لهذا الملف بسبب علاقتهما التاريخية والجغرافية بالإقليم. وتأتي هذه التحركات بعد التصريحات المثيرة المنسوبة لوزيرة الدفاع الفرنسية التي تفيد بأن حل قضية الصحراء لن يتجاوز عام 2020، تصريح إن صح ربما يثير مخاوف لدى جبهة البوليزاريو حول شكل هذا الحل وطبيعته بسبب المواقف الفرنسية المؤيدة للموقف المغربي، في ظل مخاوف البوليزاريو والجزائر من تغيير الموقف الأمريكي بعد موافقة ترامب على شمل الصحراء بتقديم المساعدات المقدمة من واشنطن للمغرب، رغم الإنعاش الذي خلفته المواقف المعبر عنها من قبل مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون حول نزاع الصحراء ودور بعثة المينورسو في المنطقة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. المغرب يحسم الجدل ويرد على التطورات الأخيرة في الجزائر. في إطار التطورات الأخيرة التي تشهدها جارة المغرب، حسمت الرباط الجدل بشأن وجود تنسيق مع فرنسا بشأن الأزمة السياسية في الجزائر والمرتبطة بالحراك الشعبي الرافض للتمديد للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والمطالبة برحيل نظامه، مؤكدة رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. وفي أول تعليق رسمي مغربي على ما يحدث في الجزائر من وزير الخارجية ناصر بوريطة في تصريح للإذاعة الفرنسية، وصف الأخبار التي تحدثت عن وجود تنسيق بين الرباط وباريس حول ما يحدث في الجزائر بالادعاء الخاطئ. وقال بوريطة: المغرب يرفض بشدة الادعاء الخاطئ بالتنسيق مع البلدان الأخرى، لا سيما فرنسا، بشأن الأحداث في الجزائر، مؤكدا في السياق ذاته أنه لم يتم إجراء اتصال مع باريس أو أي دولة أوروبية أخرى أو أي مكان آخر حول هذا الموضوع. وجدد مسؤول الدبلوماسية المغربي موقف الرباط الرافض التدخل في شؤون الجزائر، وكشف عن أن المملكة المغربية قررت عدم التدخل في التطورات الأخيرة في الجزائر وعدم التعليق أو إصدار أي تعليق حول هذه القضية. وتابع قائلا في تصريحه للإذاعة الفرنسية: ليس للمغرب أن يتدخل في التطورات الداخلية التي تعرفها الجزائر ولا أن يعلق بأي شكل من الأشكال. ورفض الناطق الرسمي باسم الخارجية المغربية مصطفى الخلفي الرد على سؤال متعلق بالأوضاع السياسية في الجزائر، ورد قائلا: جوابي هو رفض الرد على السؤال. وتعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب من أقدم الأزمات في المنطقة العربية، وتتسم علاقتهما بالتوتر منذ استقلالهما عن فرنسا لعدة أسباب، أبرزها قضية الصحراء المغربية. وخلال شهر نوفمبر الماضي أعرب الملك محمد السادس عن استعداد المغرب لتجاوز كل الخلافات مع الجزائر، غير أن الجزائر لم ترد على الدعوة المغربية.